حماتي وجوزي طلقوني عشان طلع عندي. انا اتجوزت جوزي ده من حوالي اكتر من 15 سنة. كان ابويا وامي عايشين طبعا، وهم كانوا شغالين اصلا في الحكومة موظفين، والدنيا كانت كويسة معانا. بس جوزي حالته المادية مش قد كده، وكنت مستحملة وساكتة ما بتكلمش واقول مش مشكلة، كل البيوت على كده، اصبر يكون ربنا يكرمني. جبت الواد والبت، وجبت كمان بولد تاني، يعني ولدين وبنت، وكنت قاعدة عند حماتي. الشقة مش قد كده والدنيا وحشة، بس اقول معلش يا بت، الدنيا مش كويسة. اتكلم معاه مرة واتنين وتلاتة واربعة، واقول له على فكرة انت المفروض تشتغل شغلانه تانية، انت ليه مش بتشتغل شغلانه تانية؟ يقول لي هو انا قادر؟ انا باجي من الشغل تعبان ما بقدرش. قلت له يعني ما بقدرش تعمل ايه؟ ما انت بتخش تتغدى وتشرب الشاي وتنام لك شويه وتروح تقعد مع اصحابك عند القهوه. قال لي طبعا اغير جو. تغير جو؟ طب ما دام ما تغير جو يا اخويا اشتغل لك شغلانه تانية تدخل بيها قرش. الدنيا وحشه والدنيا غاليه، الدنيا وحشه والدنيا غاليه. يقول لي خلاص ربنا يسهل. الله، وفي ايه بعدين؟ نزلت اشتكيته لامه، طيب ياما الكلام ده ما ينفعش. يجي ياما ينام وبعد كده يتغدى ينام ويطلع يقعد على القهوه؟ ياما ما ينفعش كده، ما اشوف شغلانه تانية. ترد على الولاد تقول لي ايه يا بنتي، ما هو جوزك تعبان هنعمل له ايه يعني، بيتعب يا عيني. قلت لها بيتعب يا عيني ايه يا امه، ده بيجي بعد يجي بدري جدا من البيت، هو مش شغل ولا ايه؟ هو في ايه؟ راحت قالت لي بقول لك ايه، انا هكلمه. ايه اللي تكلمه الوليه؟ تاخدني على عد عقلي، الوليه بتسجدني بنت الذين امنوا. المهم فضلنا كده كتير، فضلنا كده كتير، الزن شغال عليه، مفيش فايده، مفيش فايده خالص، والمصاريف بتكتر، وانا ما هو معيش مش قادره اشتغل شغلانه تانية. اشتغل ايه يا جماعه؟ اشتغل ايه يعني؟ اشتغل اي حاجه، اشتغل حتى بالفعل. اطلع انا اشتغل يعني؟ اطلع انا اشتغل بدالك؟ اطلع اشتغلي. اطلعي يعني؟ سيبوا العيال دي لمين؟ اسيب العيال دي لمين؟ ما يردش عليا. لحد ما في يوم لقيت حماتي بتخبط عليا الباب. قالت لي جوزك فين؟ قلت لها جوزي جوه. قالت لي طب انا عايزاه. قلت لها خشي له. دخلت له، قلت لها خش اعمل لك كوبايه شاي، وسبتهم لوحدهم وايه ومشيت. كلامهم بيدخل يخنق وكلامهم يزهق، وانا بزهق من كلامهم، فخدت بعضي ومشيت، اخدت عليا على المطبخ. انا ما اعرفش ايه اللي دار بينهم وايه الحوار اللي دار بينهم. فجاه واحده خدت بعضها وراحت نازله. هو دخلت عليه بقول له امك نزلت ليه؟ ده انا بعمل الشاي. قال لي لا لا ما تعمليش حاجه. قلت له هو في ايه مالك كده ساكت كده ليه؟ هو امك قالت لك حاجه؟ راح بص لي قوي كده سرحان في وشي ومش عايز يتكلم. لا لا مفيش لا لا مفيش. هو ايه اللي مفيش ده؟ انت حر، انا ناقصه كفايه اللي انا فيه. خدت بعد دخلت بعد طفيت على الشاي وقعدت جوه وقعدت مع العيال وسبته قاعد بره. اول مره ما يخرجش مع اصحابه، قاعد سرحان وبيفكر يا ترى هي امه قالت له ايه وايه اللي حصل. انا مش فاهمه حاجه، انا عايزه اعرف برضه عشان ارتاح، مش عوايده. دخلت قلت له هو انت مش خارج؟ بص لي وقال لي لا. طب انت مش هتنام شويه زي ما بتنام كل يوم؟ لا. هو ايه اللي لا لا لا؟ هو في ايه؟ سبته. المهم ده ثاني يوم راح الشغل عادي زي ما هو، مفيش مشكله. امه تحتلت عندي تقعد معايا شويه. قلت لها اعمل لك حاجه؟ قالت لي اعملي كوبايه شاي. عملت لها وقعدنا سوا. بتقول لي هو جوزك ما قالكيش حاجه؟ قلت لها جوزي قال لي ايه ياما؟ هيقول لي ايه يعني؟ ما بيقوليش حاجه، قاعد من امبارح مساهم، ما اعرفش مساهم ليه. قالت لي يعني ما قالكيش حاجه؟ لا اله الا الله. هو في ايه ياما؟ في ايه؟ ما تقولي في ايه ياما. ما فيش حاجه يا بنتي، ما فيش حاجه. انا هشرب الشاي واقوم. ليه بتخليكي قاعده معايا شويه؟ لا بس جوزك خليه يعدي عليا، لو ما عداش عليا يبقى خلاص. اول ما يطلع اساليه، لو عدى خلاص ما تنزلهوش. قالك ما عدتش نزلهولي. قلت لها ان شاء الله، ان شاء الله. دخلت روقت شقتي وعملت حاجتي وهعمل غدا عشان جوزي جاي. وجوزي جه دخل، فبقول له انت عديت على امك؟ راح بص كده وقال لي لا. قلت له طب خلاص يبقى انزل لها، عشان هي طلعت هنا وقالت لو ما عداش عليا واساليه، لو كده يعدي عليا. قال لي خلاص ماشي. احط لك الغدا؟ قال لي يا ريت. حطت الغدا وما بيتكلمش خالص، قاعد ساكت وسرحان وبياكل. خلص اكل، ده مش من عادته اما بيقعد على السفره ولا خلاها الطبليه بلاش السفره، عشان احنا عندنا طبليه، اكون صريحه معاكم. المهم قعد يقعد ياكل، ما بيحسش بنفسه. النهارده ايه؟ ياكل لقمه ويسرح، فين وفين لما يخلص طبق اللي قدامه.
بقول له هو انت مالك؟ قال لي لا مفيش حاجه، بفكر في حاجه كده هتدخلنا دخل كويس جدا والدنيا هتفك علينا. قلت له لا والنبي بجد هتشتغل شغلانه تانية؟ بص لي كده وقال لي بعدين اقول لك. بعدين تقول لي؟ هو ايه اللي بعدين تقول لي ده؟ المهم سكت. خلص ولقيت حماتي بترن عليا، جوزك جه؟ قلت لها اه. ابعتهولي. قلت لها يما انا سالته قال لي ما عداش. قلت لها نزل امك؟ قال لي حاضر خلص وانزل لها. قلت له طب انزل لها ضروري. انزل لها هو في ايه يما؟ الله يا بنتي في حاجه عايزه ابني، انت ايه مالك انت؟ خلاص انا مالي انا مالي ما تزقيش. وسكت شويه قلت له ايه؟ قال لي نازل عند امي. قلت له ماشي. ما هي بتقفل في التليفون بتقول لي عمال تزعق معايا. هو ايه الموضوع؟ خليكي في نفسك. هو انت حكايتك انت وامك؟ ايه الرد بتاعكوا ده عليا؟ في ايه؟ مفيش حاجه. الحال بقى مد كده كتير، مد كده كتير، لحد ما ايه عدى يوم والتاني والتالت على الحوار ده ملوش لازمه. لقيت ايه امه طالعه بترن الجرس علينا وهو قاعد. قال لي افتح الباب امي اللي طالعه دي. ايه يا ام عامله ايه؟ الحمد لله. جوزك فين؟ قلت لها جوزي جوه. تعالي عشان احنا عايزينك. عشان احنا عايزينك؟ ده انت لسه داخله يعني. ماشي انتوا متفقين عليا من بدري ولا ايه؟ قالت لي يعني ايه متفقين؟ لا ولا حاجه يا اما انا بس بكلم نفسي. بقول لك ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي هو انت مش امك وابوكي كانوا شغالين في الحكومه؟ قلت لها الله يرحمهم كانوا شغالين في الحكومه. طب ايه رايك يا بنتي ما تطلعي من جوزك وتاخدي معاشهم وتصرفوا بيه؟ ما هي الدنيا وحشه. قلت لها انت عايزه تطلق من ابنك وعادي كده مفيش مشكله، هتتجوزوا تاني يا بنتي عرفي، ايه المشكله؟ لا والله عادي عادي بالنسبه لك. عادي. وانت؟ ايه المشكله يعني؟ الدنيا وحشه وضيقه. قلت لك ده ينزل اشتغل، مش هتطلع منك وتتجوزني عرفي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا انا مش هعمل كده. والعرفي كمان حرام. مين اللي قالك العرفي حرام؟ ما دام اشهار والناس عارفه ان انت مراته وفي شهود خلاص. ده انتوا مرتبينها بقى وسالين وعارفين. طبعا سالين وعارفين. يعني انتوا عايزيني انا اعمل كده وهو ما ينزلش يشتغل؟ عايزيك تعملي كده وهو ما ينزلش يشتغل. يشتغل فين؟ هيجيب لك قد ايه؟ ده انت تلاقي قد مش قد كده هيترجع على قلبك. على قلبي انا؟ على قلبك. سكت كده وبصيت لهم هما الاتنين ايه اللي هما بيقولوه ده، وخدت بعضي وقمت من جنبهم ما كلمتش. سامعها بتقول له هي ترضى ولا مش ترضى؟ قال لا ترضى غصب عن بوزها. ما ترضاش ليه ان شاء الله؟ امال اتبهدل انا وهي عندها معاش قد كده؟ قلت له يا ابن اللذينه. ماشي وسكت. قعدت بقى ايه كل يوم يكلموني مده اسبوع كده وانا برضو ايه لا 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 لا، لحد ايه ما دبرت اموري اللي هي ايه بقى. هقول لكم على اللي جاي. انا وافقتهم، بس وافقتهم عشان اعمل اللي في دماغي انا، واللي جاي شوف انا عملت ايه. خلاص اتطلقنا. نزلنا عند المأذون واتطلقنا وكل حاجه، ورجعت شقتي راجع معايا. قلت له ما تخش شقتي، انت محرم عليا، انت مش جوزي دلوقتي، انزل عند امك يلا. ايه انزل عند امك كده خلاص. قال لي طب ماشي. لحد ما جه في يوم جاب القسيمه وايه القسيمه جت، القسيمه جت، خدي اهي خدي يا ست الطلاق جت اهي، وفرحان. انا بصله ساكته. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قلت له ماشي هات. وامه فرحانه بقى وايه، ما هي رمى من حب جانب اكيد يعني، امال هي بتعمل كده لله والوطن. اول ما خدت القسيمه في ايدي قلت له خد امك وانزل تحت. قال لي يعني ايه؟ قلت له خد امك وانزل تحت، انا خلاص مش عايزاك. قال لي يعني مش عايزاني؟ قلت له يعني مش عايزاك، انا حره. انا هردك. مش هتردني فين؟ اسيبها في ايدي وده طلاق بيني مفيش رجوع. الطلاق ده مفيش رجوع. وانا قلت للمأذون كده عشان ما ارجعلكش تاني. انت بتقولي ايه؟ بقول لك اللي قلتهولك، اللي قلتهولك. روح بقى كده انت وامك وعيشوا حياتكم، وانا هعمل حاجتي وهاخدهم وهقعد بيهم مالك انا وعيالش، وهاخد منك نفقة العيال، والشقة انا حاضنة. يعني كده مالكش حاجة عندي. انت بتستعبطي، انا هوريكي، انا مش ولا توريني ولا ما تورينيش. تصعب عليك ان انت تطلقني وتعيش معايا بالطريقة دي.
وانا مش هرضاها لنفسي واخد قرش حرام. انسى انسى انسى. قعد بقى يزعق ويهلل وهي تزعق وتهلل. المهم ايه، خدوا بعضيهم ونزلوا. اتصلوا بمين؟ اتصلوا باخويا الكبير، حكوا الحوار. اخويا فوجئ بالحوار نفسه. ازاي ده؟ وانتوا وهي عملت كده وانتوا عملتوا كده؟ اخويا جه قعد معايا، حكيت له على اللي عملته. قال لي بس بصي هو يستاهل. قلت له طبعا يستاهل. انت عايز نصرف عليه يا اخويا؟ ايوه بس كنت قلت لهم من الاول بلاش، ما خرجتيش على نفسك بيتك. قلت له لا، مش هو عامل كده عشان الفلوس، انا خلاص همشيه هو، اخد انا الفلوس. انا عارف ان جوزي غلطان يا اختي، بس انا بقول لك انت عندك عيال، كنت لما تشوفوا انت وجوزك والموضوع انتهى وقلت لا وخلاص على كده. قلت له ما كانش هيبطل زن هو وامه، بالعكس كانوا هيزيدوا. ما توقفش ضدهم معاهم ضدي. لا انا مش هقف معاكي ضدك، تاخدي حاجه حرام. انا مش بقول لك، انا حتى لو هعمل موضوع وترجعي له، ما فيش حاجه اسمها معاش وترجعي له على ذمته، بس انا مش عايزه ارجع له يا اخويا. انا مش عايزه ارجع له. وعيالك مش مشكله، هيتربوا. مفيش حد ما بيترباش. هو لما الاب والام بيموتوا العيال ما بيتربوش؟ ربنا بيوعدهم ولاد الحلال يربيهم. ولما يكون ام وزوجها مات، العيال برضو بيتربوا. ايوه بيتربوا. فانا اللي عملته ده يستاهلوا، هو وامه. لا انسى يعني، خلاص خلاص قول له خلاص. حضر نفسه بقى للنفقه سيادته، ويحضر بقى لنفسه ده ايه، نفقه المتعه بقى وكله، ما هو بيطلع بمزاجه. راح مزاجه طلع بمزاجه المؤخر ونفقه المتعه ونفقه العيال، كل ده انا عايزاه ومش هسيبه. قال لي خلاص براحتك. قلت له هتسيبني؟ قال لي لا طبعا هقف في ظهرك. اتصل بيه وقال له على الحوار ده كله، والتاني بقى يتنطط ويتشل ويتهبد ويتنطط. انت حر، اتنطط وشال واتهبد. طب خلاص نرجع لبعض ومش عايز معاش، خلاص نتجوز رسمي. قلت له خلاص الموضوع انتهى، انا خلصت. انا كنت بنزل اخدم امك واخدم الحياه والعيشه كلها، واختك تيجي تتنك عليا ومش عارفه مين يتنك عليا. على ايه؟ ده انا الوقت اعيش ملك انا وعيالي، من خير امي وابويا. انسى يا بابا. ده يقول لي كلمه عيالك، وده اللي يقول لي مش لا. في عيالي ان شاء الله هيتربوا. على الاقل معايا امكانيه اصرف عليهم واجيب لهم كلهم من نفسهم فيه. لما كنت معايا اللي كانوا محرومين والدنيا زنقه وانا مقضياها وماشيه وساكته واقول معلش يا بت، معلش يا بت، معلش يا بت. في الاخر عايز يستمتع بمال مش ماله، ويعيش كمان بال مش ماله. لا ستوب، خلاص كده، خلاص. وانا مش غلطانه. ماسكين سيرشي مع الناس كلها، بس هو مش قال لي الحوار دوه. قال لي ان هو عايز يرجعني وهي مش راضيه وحصل مشكله بينا، لكن مش قال لي الحوار المعاش طبعا خاص يقول له لحد. فخلاص مفيش مشكله خالص عندي. هو اللي اختار، هو وامه، وهو اللي كان عايز، وانا عملت له اللي هو عايزه هو وامه. انا كده مش غلطانه. انا شايفه ان انا مش غلطانه يا جماعه. اهله مغلطيني واهلي مش مغلطيني. بس كلام الناس بقى ايه، اللي يتصل بيا يقول لي حرام عليك عيالك، واللي قابلني في الشارع يقول لي حرام عليك عيالك، فاطحني في كل حته. وانا مرضاش اتكلم واحكي، ما ينفعش احكي. معلش مشكله وحصلت وخلاص، كل واحد راح في حاله. يعني مهما كان برضه ولو بعيالي مش هقول عليه الموضوع ده ومش هحكي الموضوع ده، غير بس ان اخويا اهلي هم اللي عارفين. لكن مش كل حد ماشي في الشارع احكي له الحوار بقى، المعاش ومش المعاش، وافضح امه. على الاقل برضه هي جدة عيالي وهو بعيالي، برضه شاريه وبرضه ساكته وبرضه ما بتكلمش، لكن هم ما بيسكتوش، مش ساكتين. بس انا شايفه ان عملت الصح اللي انا شايفاه صح. الصح ان انا اصرف على عيالي بقى وعايش عيالي بالحرمان اللي عاشوه معايا. اقول له اشتغل اصل انا مش قادر،
يعني قعدت القهوه هي اللي قادر فيها؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ لا 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 لا, لا بجد مبقاش ينفع. كان في منه خلص. خلص خلاص. اه خلص خلاص. اللي عايز بقى يتكلم يتكلم، واللي يقول يقول. والراجل اللي ما يصرش على بيته ما يستاهلش يفتح بيت. اللي مش قادر على فتح بيت ما يفتحوش. ما يفتحوش. مش يعيش على قفا واحده ست. انا مش هقبل كده. لو غيري قبل انا ما قبلش. اه في حريم كتير بالمنظر ده وبيعملوا الحوار ده وعايشين ومقضينها، بس انا مش هعمل كده عشان انا زهقت. زهقت ومليت. ودي جات لي فرصه ان اخلص منه وخلصت الحمد لله. رغم ان انا كنت صابره وساكته ومستحمله العيشه ومستحمله كل اللي بيعملوا معايا. خلاص. هي دي حكايتي اللي حبيت احكيها. بس انا برضو يا جماعه مش شايفه نفسي غلطانه. ايوه انا مش شايفه نفسي غلطانه. لو الناس هتغلطني تقولي غلطانه ليه. انا عايزه اعرف بس غلطانه ليه. بس. هل انا افتريت عليه؟ انا كده افتريت عليه؟ انا ما افتريتش عليه. انا شايفه اني ما افتريتش عليه. انا شايفه اني خدت حقي تالت ومتلت، ومعايا عيالي وبصرف عليهم والدنيا حلوه. بس مش هسيب حاجه مش هسيب حقي معاه ولا نكله ولا مليت هسيبه له. هاخد كل حقوقي منه عشان هو مطلع بمزاجه. بس. هي دي حكايتي. بصراحه انتي جدعه. انا عن نفسي انتي جدعه. ما انا مش هصرف على جوزي. ايوه انا مش هصرف على جوزي. هو انا متجوزه عشان اصرف عليه؟ بصي انا كنت شغاله شغلانه في مكان ما، كنت بشوف تلات ارباع الحريم يا عيني شغالين وزواجهم شغلانه واحده نص يوم يروح يناموا في البيت. وفي منهم ما بيخرجش يشتغل اصلا وهي شايله كل حاجه، شايله الطين، شايله العيال وشايله المدرسه وشايله المذاكره وشايله الشغل. لدرجه الكبر بان عليهم يعني امهم. انا شايفه ان انت عملتيه ده صح. ما دام هو اصلا كده كده مش قادر يفتح بيته فبلاها. بلاها. برافو عليكي وعيشي حياتك انت. وخدي كل حقوقك. علمي الادب بقى. ما ينفعش راجل يقول لست الكلام ده. في حاجه اسمها اجتهد، ما عرفتش اشتغل خلاص. انا شايفاكي ماشيه على قده زي ما انت بتقولي، بس هو ما حاولش حتى يتحرك يشتغل شغلانه تانية. هو عايز فلوس على الساهل، عايز فلوس على الجاهز، تيجي له كده على الطبطاب. انا بصراحه شايفاكي انت عملتي الصح. اه انت عملتي الصح. بس لما انت مش حمل انك تفتح بيت وتجيب عيال بتتجوز ليه؟ خليك في حضن امك. ايوه خليك في حضن امك، خليك مع امك. ايوه بس. خلي امك شايلاك. ما تبهدلش بنات الناس معاك، تجيب منها عيال وفي اخر تبهدلها، في اخر تقول لها الحوار اللي انت بتقوله دوت. ما ينفعش. لكن مسألة بقى ان الحاجات دي حرام من الفلوس دي ولا في الجواز ولا مش الجواز، انا دي انا ما اعرفهاش. ما اعرفش انا ماليش في ماليش في الشرع قوي ان انا افتي في حاجه ما اعرفهاش. انا عارفه الحاجات اللي على قدي. لكن هل الحاجات دي حرام او مش حرام انا ما اعرفش بصراحه عشان مبقاش كدابه. لكن اللي اقدر اقوله ان الراجل لازم يكفي بيته. ده اللي اقدر اعرفه وده اللي انا بقوله وده اللي انا مؤمنه بيه وده اللي انا مقتنعه بيه. ان الراجل لازم يكفي بيته. هو ده الراجل صح. غير كده ما يبقاش راجل. ما يبقاش اي حاجه. ايوه صح بس هو كده. يعني الراجل يعني زمان كانوا اهل يسمع من اجدادنا ان الراجل ده كان كل حاجه. كان كل حاجه للست. هو اللي بيجيب، هو اللي بيعمل، هو اللي بيسوي، هو. الست ما كان عليها انها بتربي العيال في البيت وتعمل اكل وتمسح وتعمل حاجتها وكان مكفيها. دلوقتي الرجاله بتعتمد على الحريم. ورجاله كتير جدا يعني، وفي حريم عايشه وساكته وما بتتكلمش. في قصه حكيتها قبل كده بسبب اللي كان بيبيع خضار قبل كده عندي على الصفحه. برضو نفس الحوار، كان مبهدلها وبيضربها وبياخد فلوسها وهو قاعد في البيت ولا بيشتغل ولا بتنيل، بس هي ملهاش حد تروح له يا عيني فاضطرت تقعد معاه. مضطره تقعد معاه. في كتير كتير قوي كده. بس انا بصراحه انا مستجدعاكي وبقول لك برافو 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 انتي شاطره. وانسي بقى عيشي حياتك وعوضي حياتك الحرمان اللي هما شافوه. وما تفكريش فيه تاني خالص. وانت صح. انا شايفاك انت صح. انا ما اعرفش الناس هتشوفك ازاي، بس انا شايفاك انت صح. انا بقول اعوذ بكلمه انا يعني. ما ينفع. هو ده الصح. الراجل لازم يكفي بيته. هو ده الراجل الصح. وربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى في كتابه.
لكن الفلوس حرام حلال مع جوزك دي ما اقدرش احكم فيها، لان انا ما اعرفش اذا كانت حرام ولا حلال. ما اعرفش بصراحه، انا ما اعرفش. وشوفي رأي الناس يا رب يكفي يبقى في كومنتات كتيرة على الفيديو ده، ويا رب الفيديو ده كتير ناس تشوفه. بتمنى من ربنا ويقول لك رأيهم فيه ايه في اللي انت عملتيه كله. انا بتمنى ان الفيديو ده يجيب اعلى نسبة مشاهدة ان شاء الله، لو في نصيب يعني وجاله مشاهدة، والناس ترد عليك. هو ده اللي اقدر اقوله.